ازيكم عاملين ايه؟ رجعت لكم فيديو جديد. فيديو النهارده انا بعمله وانا مبسوطه جدا غير الايام اللي فاتت كلها. يلا بينا نبدا فيديو النهارده. قبل ما نبدا ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، سبسكرايب للقناه، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد انا منزله. ويلا بينا نبدا الفيديو. طبعا انا كنت عايزه اعمل الفيديو ده من بدري جدا، بس طبعا كنت متضايقه وكنت عايزه اطمن الاول بصراحه على النتيجه وكده. بس الحمد لله خلاص ظهرت وجبتها والحمد لله يعني. ف قلت بقى نبدأ اجازتنا، وانا بالنسبة لي كده من دلوقتي الاجازة لسه قايمة تبدأ. فانا بقى قلت ان انا اقول لكم على الحاجات اللي ممكن نعملها في الاجازة او اللي انا هعملها عامة، وازاي نستغل الاجازة بتاعت قبل تالتة ثانوي وكده. عندنا افكار كتير النهاردة، فالافكار الكتير بتاعت النهاردة دي وانا بعمل لاني اكيد مش هعمل كل ده في يوم واحد. هي هتبقى على ايام، او هتبقى الحاجات دي طول الاجازة، يعني مش كل يوم هفضل اعمل الحاجات دي. ماشي، بس الفكرة ان هي افكار كتير نتعلم منها حاجات كتير. في حاجة بقى هي تحفة جدا جدا جدا، لو استمريت عليها بجد هخرج من الاجازة بانتاجية كبيرة 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 قوي. وانتوا كمان لو لقيتوا حد يعملها لكم، او تحاولوا حتى تعملوها انتوا بنفسكم في البيت. الحاجة دي هقولكوا عليها في اخر الفيديو، فاسمعوا الفيديو الاخر وباذن الله هقولها لكم. اول حاجة ممكن نبدأ نعملها في الاجازة وهي ان احنا نهتم بصحتنا واكلنا. احنا في الدراسة ما بنبقاش عندنا وقت ان احنا نقف ونعمل حاجات جديدة، واللي هو احنا اصلا مش دايما بنعمل لنفسنا. يعني انا بالنسبة لي ماما دايما اللي بتعمل لنا. فيمكن في الاجازة ابدأ مثلا اقوم اعمل اكل ليا واهتم بقى بالاكل نفسه. يعني ما اعملش اي اكل وخلاص، يعني عايزة اعمل اكل صحي. لاني بصراحة زي ما قلت لكم من فترة اني كنت بقالي فترة كبيرة قوي تعبانة ومعدتي بايظة على الاخر. فانا بقى عايزة ابدأ اهتم بالاكل بتاعي. وكمان مش ما اصلا ما باخدش العلاج بانتظام بسبب حوار الاكل ده. فانا عايزه باذن الله نبدا كلنا كده مع بعض ننظم اكلنا ونظبطه، وحتى اللي عنده علاج يعرف ياخده ويستفاد منه اكبر استفاده. وتاني حاجه هي برضو الرياضه. بصوا احنا على طول قاعدين في البيت، وانا كمان اكتر واحده بقعد في البيت بجد حاليا. ليه بقى؟ لان انا دروسي يعتبر كلها اونلاين، وما كنتش باخد غير درسين بره. فعلى طول قاعده في البيت، وطول ما انا قاعده في البيت ما بتحركش كده كده، يا راقده يا قاعده، فاللي هو ما بعملش حاجه. حتى ما بعملش رياضه، حتى ان انا اقوم مثلا الصبح كده اعمل رياضه، ما بعملش الحاجات دي خالص. فانا بقى لقيت نفسي مش ملتزمه بحاجه زي كده، فانا اروح ادور على الحاجه واشوف الحاجه اللي هتخليني التزم بالحاجه اللي انا هعملها دي. زي ايه مثلا؟ يعني انا بدل ما هعمل رياضه في البيت وهعمل يوم او وعشرة، لا انا هروح جيم. انا هيبقى عندي مواعيد محدده، يعني يوم كذا ويوم كذا ويوم كذا. فانا هلزم نفسي بان انا اروح الايام دي واتمرن في الايام دي. ومع الجيم هتلاقوا نفسكم كمان بدأتوا تلتزموا بالاكل الصحي. لان الكابتن بتعمل لكم نظام غذائي، حتى لو هي مش تعمل لكم انتوا من نفسكم. لو انتوا رايحين رياضه حتى ما قلتلاش تعمل لكم نظام اكل، بس ما اظنش ان حد هيعمل كده يعني. ممكن انتوا تقدروا تتحكموا في نفسكم، بس انكم تلتزموا بالاكل الصحي ده علشان حتى الرياضه اللي بتعملوها تجيب نتيجه. فكده احنا ربطنا عادتين احنا مش بنعملهم ببعض، فبالتالي هتلاقي دي بتجر دي ودي بتجر دي. بعد كده بقى طبعا احنا في الصيف والجو حر جدا، وجسمنا بيبقى محتاج ميه بطريقه صعبه، واغلبيتنا مش بيشرب ميه. انا كنت منزله قبل كده في التودو ليست ان انا كنت كاتبه اني عايزه اشرب 2 لتر ميه. في مش فاكره بنت قالت لي، هي كانت اللي انا فاكره يعني ان هي كانت مستغربه من 2 لتر ميه. انا عايزه اقول لكم ان الدكتور قال لي المفروض اشرب 3 لتر ميه في اليوم. فاحنا بقى بنستهتر بموضوع الميه ده جدا، فاحنا ممكن برضو يعني نربطه بالاكل الصحي وبالجيم. يعني مثلا احنا اكيد هنبقى رايحين الجيم، معانا ميه على الاقل يبقى معاكم ازازه ميه لتر على الاقل يعني. كده اول لتر في اليوم شربتوه خلاص في الجيم. بعد كده بقى تاني حاجه هنملى الازازه تاني، ده اللتر التاني، تخلوها جنبكم طول النهار وانتوا بتعملوا اي حاجه. هتلاقوا نفسكم طول ما الميه قدامكم تفضلوا تشربوا تشربوا تشربوا، هتخلص هتملوها تاني. ونحاول بقى على قد ما نقدر كمان ان احنا نشرب على الاقل الصبح يعني مشروبات صحيه. يعني مش نبدا اليوم بقهوه او نسكافيه. نشوف مثلا اعشاب زي مثلا اللي انا بعمله ميه بليمون بعسل ابيض. وطبعا تأثير المية وتأثير المشروبات اللي هي الصحية دي مش هيبقى في جسمنا بس، وكمان هيطلع على بشرتنا. تاني حاجة بقى، ودي بالنسبة لي من الحاجات المهمة جدا، وهي ان احنا نستغل الاجازة في ان احنا نهتم اكتر ببشرتنا وشعرنا وجسمنا. دلوقتي احنا مثلا بنصحى الصبح فاضيين مش ورانا حاجة، فاحنا هنقوم هنعمل سكين كير روتين بتاعنا اللي هو بتاع الصبح العادي. بنبقى ساعات عندنا دروس فمش بنبقى فايقين. احنا مثلا ممكن نغسل وشنا ونحط المسترايزر وننزل نجري على طول، وممكن كمان ما بنعملش كده، ممكن بنغسل وشنا بس ومش بنعمل اكتر من كده.
فاحنا في الاجازه عايزين نستمر على السكين كير روتين بتاعنا، عشان هيبقى روتين بجد يعني. وللمره المليون بقول لكم محدش يستخدم حاجه من نفسه، روحوا الاول اكشفوا لو عايزين تجيبوا حاجات لوشكم كده وتهتموا ببشرتكم. روحوا الاول لدكتور جلديه، خليها تحدد لكم او خليه يحدد لكم اي حاجه. يعني انا كنت كاشفه عند الدكتوره، مش هتفرق. المهم يعني خليهم يكتبوا لكم على روتين مناسب لبشرتكم، يعني غسول كويس مناسب لبشرتكم، ومرطب كويس مناسب لبشرتكم. ولو في سيرم، لو في حاجه في وشكم محتاجه تتعالج، يشوفوا لكم سيرم مناسب لبشرتكم برضو. وممكن برضو الدكتور تكتب لكم على صن بلوك كويس لبشرتكم. فما حدش يستخدم حاجه منه لنفسه. انا عن نفسي الدكتور كانت كاتبالي على موسترايزر، وكانت كاتبالي على غسول وكده. وانا بصراحه جبت الصن بلوك من نفسي، انا جبت الصن بلوك بتاع ليلاك اللي انت شفته في اول الفيديو. ده انا جبته من نفسي. ليه بقى؟ لاني بصراحه شفت ريفيوز كتير عليه قوي. هو البشره الدهنيه والمختلطه كويس جدا. بصوا هعمل لكم ريفيو عليه بقى، بس الريفيو طبعا انتوا عارفين هينزل فين، مش محتاجه اقول لكم. روحوا اعملوا لي فولو هناك، هسيب لكم اللينك التيك توك في الديسكربشن بوكس. بعد كده بقى لو في عندنا مشكله في شعرنا نبدا نعالجها ونحط روتين معين لشعرنا. لو بتستخدموا منتجات كويسه معاكم فتمام، لو مش عارفين تستخدموا ايه برضو هتروحوا للدكتوره وتكشفوا، وهي هتديلكوا المناسب ليكم. لان بشرتنا قصدي سوري شعرنا زي بشرتنا بالظبط. واهم حاجه بقى احنا كده في الصيف، وهو الشاور اللي هناخده. مش عايزه اقول لكم كل يوم، لان احنا اصلا في الصيف ساعات بناخد يجي يعني ندخل ناخد شاور 3 مرات في اليوم كده. بس المهم بقى ان احنا يكون في على الاقل كل اسبوع في روتين، زي مثلا ايه اللي هو بنعمل مثلا حمام مغربي لجسمنا. هو المفروض حمام مغربي كل شهر، بس ممكن لو بنعمل مثلا سكرابات حاجات كده، الحاجات دي فاهميني. دي مثلا كل اسبوع. وطبعا اهم حاجه في كل دول نسيت اقولها لكم في الاول، وهي ان احنا نحاول نظبط نومنا. يعني انا الحمد لله نومي مش اللي هو بايظ قوي وبصحى بقى في نص النهار وكده، لا انا يوم بطول قوي، يوم بطول قوي بجد في النوم بيبقى الساعه مثلا 11 بس كده، ده اخري. وده لما بكون نايمه متاخر كمان. فلا انا عايزه كمان اظبط نومي اكتر من كده، واصحى بدري علشان اقدر اعمل الحاجات اللي هقول لكم عليها دي دلوقتي. فترة الصبح دي هنعرف نستغلها في حاجات كتيرة قوي، واكتر حاجة عايزة اعملها في الاجازة قبل تالتة ثانوي والمفروض كلنا نعملها، لان دي حاجة عندنا كلنا حرفيا كلنا، وهو ان احنا نعالج تعفن الدماغ. تعفن الدماغ احنا بصوا هنحاول على قد ما نقدر ان احنا نعالجه بحاجات كتير. الحاجات دي كلها هتنفع في ان احنا نعالجه، بس الفكرة في استمراريتنا احنا. الموضوع كله متوقف علينا وعلى استمراريتنا. المفروض نجبر نفسنا ونتحكم في نفسنا ان احنا نستمر على الحاجة دي عشان نقدر نقضي على الحاجة دي. اول حاجة اتكلم عنها وهي الريلز. كلنا بنتفرج على ريلز، حرفيا احنا كلنا يومنا كله بيضيع على تيك توك او على حتى شورتس اليوتيوب او ريلز انستجرام. اي حاجة احنا بقينا نستسهل الريلز جدا. فاحنا اول حاجة هنبدأ بيها هنحاول نتفرج، يعني الحاجة اللي بنتفرج عليها في ريل 30 ثانية او 15 ثانية حتى، الحاجة دي بدل ما نشوفها بالسرعة دي احنا نبدأ نتفرج عليها مثلا على يوتيوب. يكون فيديو طويل، على الاقل فيديو 10 دقايق، ربع ساعة، تلت ساعة. وبلاش نسرع الفيديو زي ما بنعمل في المحاضرات اللي كنا بنسرعها. واهم حاجة الفيديوز اللي احنا هنتفرج عليها دي نكون عارفين ان احنا هنستفاد منها. يعني مش هنتفرج على اي حاجة، او مش هنتفرج على حاجة ملهاش لازمة اصلا. يعني مثلا ممكن نتفرج على حد بيعمل حاجة جديدة نتعلمها منه. حد بيعمل افكار جديدة نطلع افكار منه، ناخد الافكار دي ونجربها. زي بودكاست مثلا. وحاولوا على قد ما تقدروا تركزوا في اللي بتسمعوه، ما تفكروش في حاجة تانية، وحاولوا ما تسرعوش الفيديو. بعد كده بقى كل واحد هيقعد فينا يحدد، يجيب ورقة وقلم كده ويحدد احنا عايزين نتعلم ايه في الاجازة، ايه المهارات اللي انا محتاجة اتعلمها، اللي انا عايزة استفاد منها في المستقبل، او الحاجات اللي انا عايزة اعملها في المستقبل فهحتاج اتعلم لها ايه من دلوقتي. مش كلنا عندنا نفس الاهداف، ومش كلنا بنعرف نعمل نفس الحاجة، ومش كلنا عايزين نتعلم نفس الحاجة. زي كده مثلا احنا عايزين نتعلم انجليزي، مش كل الناس عايزة تتعلم انجليزي، بس الانجليزي بيبقى اكتر حاجة مشهورة بينا كلنا. في ناس كويسة جدا فيه فعايزة تتعلم لغة تانية. عادي، ممكن ما نكونش كويسين في الانجليزي وممكن نبقى محتاجين لغة تانية. ممكن ناخد الاتنين، بس مش هناخدهم فوق بعض. يعني هناخد واحدة واحدة، مش مشكلة حتى لو دخلناهم في قلب الدراسة.
نخصص جزء حتى يبقى جزء رفاهية، يعتبر جزء رفاهية في قلب الدراسة. مش لازم اول ما الاجازة تخلص خلاص هنرمي ده على جنب بقى ونبدأ نشوف دروسنا، لان احنا اصلا في الدراسة بنمسك التليفون وقت طويل جدا، وبرضو بنسكرولينج لوقت طويل جدا. فاحنا بدل الوقت ده برضو احنا ممكن نستغله في ان احنا ننمي مهاراتنا حتى في قلب الدراسة. بعد كده بقى احنا ممكن نتعلم كروشيه. بصوا انا كنت بدأت اتعلم كروشيه في اعدادي، وقعدت فتره بعمله وبعد كده مبقتش اعمله خالص. كنت بعمل اول غرزه وتاني غرزه وما بعرفش اكمل، فانا ممكن اجربه واعمله، وباذن الله كل الحاجات اللي هعملها دي هبقى اعمل كل حاجه في فيديو برضو. بعد كده ممكن نتعلم سودوكو. طبعا انتوا عارفين السودوكو اللي هو اظن الياباني، اظن السودوكو ياباني. اخويا كان متعلمه وبيعرف اللي هو بيعرف يحل سودوكو كده، فانا ممكن اتعلمه وهبقى اقول لكم في فيديو تاني لو بدأت فيه هنعمل ايه بالظبط فيه، وهنتعلمه منين وازاي، وايه المصادر اللي هنجيب منها ونتعلمه. بعد كده بقى وهي احلى حاجة ممكن تعملوه في حياتكم بجد، من اكتر الحاجات اللي هي المقربة الى قلبي، ودي اللي يعتبر بعملها يوميا، بس مش بعملها بشكل كبير يعني، بس بجد اللي مش بيعملها فايته كتير جدا، وهي الجورنالينج. انا بعشق حاجه اسمها الجورنالينج يا جماعه حرفيا. ومجرد ما بشوف بس نوتس قدامي واقلام، انا ما بيجيش في بالي غير الجورنالينج بجد. الجورنالينج ده بقى محتاج فيديو لوحده كامل، هبقى اعمله معاكم باذن الله، وهبقى اديكم افكار للجورنالينج للناس اللي مش بتعرف تجورنال يعني وكده. فدي بجد من اهم الحاجات اللي لو انتوا مش بتعرفوا تعملوها، هي مش محتاجه حاجه يعني، دي اكتر حاجه مش محتاجه اللي هي دراسه بقى ولا حفظ ولا محتاجه اي حاجه خالص. هي بس محتاجه ان انتوا تركزوا وتصفوا دماغكم كلها في الكشكول اللي قدامكم او في الورقه اللي قدامكم. الفكره بقى اللي بعد كده وهي ان احنا نتعلم مونتاج. لو احنا مش قد كده نبدا نطور نفسنا في الحاجه دي. طبعا في مصادر كتير جدا، زي مثلا منصة اسمها ايه، منصة ادراك، ومنصة معارف، وممكن كمان من على يوتيوب، مش صعبة يعني. بإذن الله هاخدكم في رحلة الأجازة كاملة بإذن الله إن شاء الله، عشان تستفادوا زي ما أنا هستفاد بإذن الله. الحاجة بقى بعد كده اللي هي أنا شايفاها حاجة حلوة جدا وحاجة كبيرة جدا، وهي قراءة الكتب. قراءة الكتب من أكتر الحاجات بجد اللي ممكن تعالج تعفن الدماغ. ممكن نخليها في يومنا، نبدأ نحطها يعني العادة. احنا محتاجين فترة اللي هي على الأقل 21 يوم علشان تبقى عادة. فاحنا ممكن كل يوم نبدأ نقرأ، يعني النهاردة هنبدأ نقرأ صفحة في كتاب، بكرة نبدأ نقرأ صفحتين، بعده 3، بعده 4، واللي هنقدر نقرأه بس على الأقل ما نفوتش يوم إلا لما نكون قرأنا فيه كتاب. طبعا حوار الكتب الكوبي ده مشكوك في امره جدا، في ناس بتقول حرام، في ناس بتقول حلال، لان في ناس ما بتعرفش تجيب الكتب الاوريجينال، ولان سعرها بيبقى غالي جدا. فالموضوع ده مشكوك في امره جدا، فانا ريحت نفسي من الموضوع ده، وباذن الله هروح اجدد الكارنيه بتاع المكتبه، لاني لسه ما جددتوش، منتهي بقاله فتره ولسه ما جددتوش، وقلت لكم اظن على الموضوع ده قبل كده. فكده كده المكتبه بتبقى امان يعني. والمكتبه اللي انا بتكلم عليها دي يا جماعه، دي مكتبه مصر العامه، مش المكاتب اللي هي بتاعه الادوات المدرسيه وكده يعني. الحاجة الأخيرة بقى، وليه أنا محطتهاش أول حاجة، لأن هي حاجة فرض علينا ومش رفاهية، الصلاة وحفظ القرآن والانتظام على ذكر ربنا طبعا. بصوا يا جماعة، أول حاجة الصلاة. في الناس اللي هي بتقطع في الصلاة، ومنهم أنا بصراحة، لأني ساعات بقطع كتير قوي، مرة واحدة تلاقوني بصلي 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 ورحت جاية أوب فوت. فدي حاجة مش كويسة خالص. ففي الاجازه دي فرصه كبيره قوي ان احنا بنبقى فاضيين ومش ورانا حاجه، مش ورانا حاجه خالص. فمنين ما نسمع الاذان بيأذن نقوم نصلي على طول. حفظ القرآن على الاقل برضو ممكن ندخل صفحه حفظ كل يوم، وقت الفجر مثلا، يعني احنا بنصلي الفجر، بعد الفجر نحفظ صفحة، يعني كل يوم مثلا نحفظ صفحة، تبقى حاجة سهلة جدا. مع الوقت هتلاقوا نفسكم بتزودوا اصلا. اذكار الصباح والمساء عايزين نستمر عليهم. الصبح احنا برضو مش بيبقى ورانا حاجه خالص، هو احنا فاضيين، حفظنا صلينا وحفظنا القرآن، ونقرأ بقى أذكار الصباح، وبعد العصر مثلا اللي قدامكم للمغرب وكده نقرأ أذكار المساء. وطول ما احنا فاضيين بقى، احنا كده كده فاضيين يعني، نذكر ربنا على قد ما نقدر. وبس كده، ده كان فيديو النهارده، يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو باذن الله. زي ما قلت لكم هاخدكم معايا في رحله الاجازه كلها باذن الله. وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد انا بنزله. وبس ده كان فيديو النهارده.